زوار القناة السلام عليكم، تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وسنتحدث في هذا الفيديو على ردود أفعال اللاعبين بعد مباراة المغرب ضد كرواتيا، زائد الحالة الصحية لمزراوي وأشرف حكيمي. والبداية ستكون مع مهدي بن عطية القائد السابق للمنتخب المغربي، حيث أعرب على إعجابه بظهير PSG أشرف حكيمي واعتبره أحسن لاعب في صفوف الأسود. وقال بن عطية في تصريح له لقنوات بيان سبورت: أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في المنتخب المغربي، حيث ينطلق من الخلف بسرعة رهيبة ويقدم تمريرات تشكل خطرا على الخصوم، بالإضافة إلى تهديده للمنافسين مع تسجيل الأهداف. فيما لوفرين اللاعب الكرواتي واللاعب السابق لليفربول الإنجليزي أوضح أنه لم يتفاجأ بأداء المنتخب المغربي في مباراة اليوم، وأكد أنها كانت مباراة صعبة وأن التعادل عادلا للطرفين. ثم وصل حديثه قائلا: الكل كان يعتقد بأننا سنفوز على المغرب بسهولة، ولكن بالنظر إلى العناصر التي يملكها المنتخب المغربي ستدرك بأنه منتخب قوي ويستحقون هذه النتيجة. ونفس التصريح أدلى به نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي كوفاسيتش، حيث يرى بأن نتيجة المباراة عادلة للطرفين، وأكد أن اللقاء كان صعبا بحيث لم يستطع المنتخب الكرواتي خلق كثير من الفرص، والمنتخب المغربي كان قويا في بعض فترات المباراة. فيما القائد لوكا مودريتش تحسر على ضياع النقط الثلاث، ويرى أن منتخب كرواتيا كان قريب من الانتصار، لكن في النهاية راض على النقطة التي حصل عليها، وهذا اعتراف ضمني منه على أن المباراة كانت صعبة على كرواتيا. فيما مدرب المنتخب الكرواتي داليتش أشاد بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي، كما اعترف بأنهم كانوا خائفين من سرعة لاعبي المنتخب، من سرعة لاعبي الأسود، خصوصا على مستوى الهجمات المرتدة. ومن خلال المباراة تأكد بأن المنتخب المغربي استعد بشكل جيد للمنتخب الكرواتي، وفي نهاية المطاف التعادل كان منصفا للطرفين. فيما حكيم زياش اعتبر التعادل أمام المنتخب الكرواتي نتيجة جيدة، رغم أن المنتخب المغربي كان يطمح إلى حصد الانتصار، وأكد بأن الأسود سيخوضون مباراة بلجيكا بطموح كبير من أجل الانتصار. فيما الكوتش وليد الركراكي أكد بأن هذا التعادل منح لنا كثير من الأمل، لأن منسوب الثقة ارتفع كثيرا، وسنجعل إفريقيا فخورة بالمغرب، موضحا أن خسارة المباراة الأولى تعني أن الحلم انتهى. فيما رومان سايس أكد أن هدف أسود الأطلس هو الوصول إلى الدور الثاني، ثم خوض كل مباراة بتحدي جديد. فيما يخص الحالة الصحية للثنائي أشرف حكيمي ونصير مزراوي، يبدو أن ظهير PSG شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الفخذ، ورغم ذلك أكمل المباراة ولعب 90 دقيقة. وسيتابع الطاقم الطبي للمنتخب حالة أشرف بكثير من العناية. فيما نصير مزراوي خرج من اللقاء بعد 60 دقيقة، وإلى حدود اللحظة هناك شكوك حول مشاركة مزراوي في اللقاء القادم ضد منتخب بلجيكا، في انتظار الخبر الرسمي من الطاقم الطبي للمنتخب المغربي. فأتمنى أن تكون الإصابة طفيفة لمزراوي كي يلتحق باللقاء القادم لأسود الأطلس. وفي النهاية شكرا لكم على متابعة الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.